السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا جدا. بصوا قد الدنيا كلها، انا عارفة ان انا بتأخر عليكم والله، بس بيكون غصب عني. النهاردة بقى ايه جاية لكم مش بروتين تنظيفات، وانا عارفة ان انتوا هتزعلوا، بس ايه حبيت كده ايه اشارك معاكم الاحداث. والنهاردة بقى ايه فلوج كده السفر. حبيت اقول لكم يومي كده هيكون عبارة عن ايه. انا بحبكم كلكم وانتوا وحشيني جدا 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 يا احلى متابعين في الدنيا. ما تنسوش بقى اللي دخل دلوقتي وشاف الفيديو تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة علشان يوصل لكم كل جديد. ما تنسوش بقى ايه الكومنت الحلو كده بتاعكم، ربنا يخليكم ليه يا رب وما تحرمش منكم ابدا ابدا. طبعا ايه انا بعد ما سافرت اسكندريه والكلام ده كله عملت لكم فلوجات من اسكندريه. فقلت بقى ايه النهارده كده هنسافر العين السخنه. هنروح كده ايه يوم كده خفيف كده مع العيله العين السخنه. طبعا زي ما وريكم كده في اول الفيديو احنا اتحركنا واتجمعنا والكلام ده كله وركبنا اهو الباص وقاعدين اهو في الباص، واخويا عيال اخويا دول وماما واختي وكلنا. والباص اهو متحرك، طبعا انا اللي بصورهم. هما حابين يطلعوا معايا في الفيديو في الفلوج بتاعي، فحبيت اوريه لكم اهو. ويقولوا لكم بقى ايه بيقولوا لكم بقى متنسوش تعملوا لايك للفيديو والكومنت الجميل بتاعهم. بص انا بقى ايه شكلي كده، والله انا اصلا كنت تعبانه، انا رايحه اصلا وكنت مرهقه وكنت تعبانه جدا. حتى باين والله على شكلي، ولبست برضو اي حاجه. طبعا العيال كانوا عاملين يسن والكلام ده كله، عايزين نروح البحر والكلام ده كله. فقلنا بقى ايه نخطف يوم كده ايه للبحر. الطريق من الجيزة كان سهل، من وسط البلد رمسيس وكده بيبقى الطريق طويل. طبعا رحت السخنة قبل كده، كانت لذيذة يعني، عارفاها هي لذيذة. بصوا بقى واحنا في الباص، طبعا انا يعني شلت الصوت كده من الباص عشان كان الباص كله اغاني وبوسع الكلام ده كله عشان الكوبي رايت. فانا شلت الاغاني من الفيديو. حبيت اظهر لكم بصوتي. والله انا عايزه اسيبكم مع الفيديو كده ايه تاخدوا كده جولة سريعة. وكانت القرية لذيذة واليوم كان جميل بصراحة يعني، والجو ما كانش حر قوي زي الايام اللي قبل كده. والواحد برضه حب ان هو يهرب من الحر، والطريق كان هادي وسالك الحمد لله. وانا حبيت اخد بقى ايه الكرسيين كده لوحدي واقعد كده بقى ايه اتصور استقنيس. كنت حابه انام جدا، اصلا كنت مطبقه يعني، انا مطبقه بقالي يومين يا جماعه. حتى والله كنت عايزه اعمل فيديو روتين بس ما قدرتش خالص من التعب. بس هعمله لكم باذن الله فيديو روتين بعد الفيديو ده ما ينزل. وهعمل كمان للمنتسبين عندي في القناه، والناس اللي بتسألني برضو على الاشتراك اللي هو الانتساب عندي في القناة. ايوه يا جماعة انا فعلت الانتساب، وادخلوا هتلاقوا اللينك في المنتدى، ادخلوا على اللينك واعملوا ميزة الانتساب بالمستويات اللي انتوا عايزينها. والناس برضو اللي بتسألني على الاشتراك بتاع الانستجرام، تعملوا له فول يعني الانستجرام، هتلاقوا برضو اللينك في صندوق الوصف في كل فيديو من الفيديوهات والفيديو ده كمان، وهتلاقوه برضو في المنتدى. بصوا احنا كده وصلنا عند البوابات بتاعت العين السخنة. طبعا الطريق كان طويل شوية علشان بيغيروا طرق كتير قوي، بس كان سالك يعني. احنا رحنا في يوم كان سالك، بس يعني ايه كان الطريق ما كانش زحمة، انما القرية كانت زحمة شوية. كويس ان احنا مرحناش في يوم الويك اند، كنا هنلاقي الدنيا زحمة جدا. وقلنا برضو ايه اهو تغيير من اسكندرية يعني.
اه تغيير برضو ايه من اسكندرية وكده. طبعا ايه في كذا اكتر من اتوبيس برضو كانوا رايحين القرية، والناس مستنية والكلام ده كله. وادي القرية يا جماعة، بصوا الجمال، جامدة، جميلة جميلة جميلة. هبقى اكتب لكم اسمها. وانا اهو بصوا الشمس اهو محمرة وشي ومأثرة عليا. بصوا انا بعمل لكم ايه كده. قرية هادية وجميلة وراقية جدا. وفيها ناس، يعني فيها ناس ساكنين يعني ملاك، وفي ناس برضو بيجوا يصوروا فيها والكلام ده كله. بصوا بقى جميلة ازاي، تحفة 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 يا جماعة القرية. ويوم جميل وفي بسين والكراسي مريحة. وكان فيه هوا، ما كانش فيه يعني شمس جامدة. واحلى حاجة كمان الباص كان مكيف، ودي ماما اهي ومعاها الزوز زين هما، وبتمشوا اختي هي المنكوشة دي، واحنا بقى ايه قاعدين. بصوا يا جماعة الشاطئ جميل ازاي اصلا. واحلى حاجة في البحر ده ان هو لا فيه موجة وينفع للاطفال وكل حاجة. بصوا اصلا مفيهوش موجة ازاي، وهادي. وحتى الرملة بتاعته مش الرملة الناعمة اللي هي بتلزق في الجسم ولا في الشعر، الحاجات دي كلها. شاطئ هادي وجميل، تحفة 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 بجد. مية صافية ونضيفة. بصراحة انا ما حبيتش ان انا اروح بحر اسكندرية. المية بقت غويطة فيه والموجة بتبقى عالية والكلام ده كله. بصوا هنا محدش بقى ايه بيرزق، كل واحد في خصوصيته. بصوا بقى انا بص عاملة ازاي، طبعا وشي احمر وعيني باظت الكلام ده كله من الشمس ومطبقة. انا كنت يعني مش قادرة، عايزة انام، كنتش قادرة بجد يعني. بصوا وشي عامل ازاي. بس والكراسي مريحة والشمسيات والناس لذيذة. فيوم بصراحة عجبني جدا يا جماعة والله العظيم. يوم جميل جدا ويوم ممتع. واحلى حاجة في القرية كمان ان هي فيها جميع الخدمات، يعني فيها مطاعم، فيها كل حاجة. ممكن برضو تشتروا حاجات الكلام ده كله. جميلة. طبعا هنا ايه انا لبست اللي هو البوركيني ده، مع اني ما بحبوش خالص. لبسته. ده اصلا كنت جايباه من كارينا، ولبستوش خالص. ودي اول لبسه ليه وكده، فعجبني الصراحه، تحفه دي. بس انا يعني نزلت 5 دقايق بالظبط، انا ما نزلتش يعني المية. القرية يا جماعة اسمها قرية الزهور. قرية الزهور في العين السخنة. قرية جميلة ولطيفة وشيك، حلوة جدا. بصوا هنا بقى الزوز بتتعلموا العوم. بصوا هنا هما بيعوموا.
كده بقى ايه، احنا في الطريق، وادي الطريق اهو بتاع العين السخنة، وخلصنا يومنا على خير والحمد لله، مروحين على خير سالمين الحمد لله. كان يوم لطيف وقرية جميلة واستمتعنا الصراحة، ومحسناش بأي تعب، كان الباصات مستنية برا، فكان يوم جميل. ودي الزوج كلنا نمنا في الباص ما عدا زين، هو مكناش قاعد بيتفرج على سبايدر مان هو الوحيد اللي فيا رب كده ايه يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش يا جماعة الاشتراك في القناة وعمل لايكات، الفيديو لايكات كتير، وهوعدكم الفيديو اللي جاي بإذن الله هيكون فيديو تنظيف البيت، والفيديو الروتين اللي انتوا بتحبوه وبتستنوه. وانا عشان بحبكم بحب اشارك معاكم كل حاجة زي ما انتوا عارفين يا احلى متابعين واخوات في الدنيا، ربنا يخليكم ليه يا رب. والناس اللي مش منتشرة يا جماعة ادخلوا وفعلوا الانتساب، بإذن الله هتلاقوا فيه فيديوهات مختلفة بإذن الله، واللي جاي هيكون أحسن بإذن الله. بحبكم كلكم أحلى اخوات في الدنيا، يا رب كده يكون الفيديو عجبكم وما كنتش طولت عليكم في